السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميله، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. هنا كنت غاسله السجاده دي من كام يوم، قلت تتصفى وفردتها على الحبال وشلتها وقلت ايه احط التانية. وهنا كنت غاسلة هدوم برضو سبتها تتصفى عندي. وتاني يوم اللي هو الروتين ده بتاع يوم جمعة، يعني انا كده ابتديت يوم الجمعة من الصبح، كانت الساعة 9:30. قلت افرد السجادة بتاعتي التانية لان انا كنت غاسلة السجاجيد. والله كنت تعبانة فما رضيتش اصور، فقلت بعد ما اخلص كده واخلص حالي. هنا السجادة بصوا التانية بقول لكم ندية ازاي. كنت غسل السجاجيد ورا بعضها، قلت انشر ايه واحدة وانشر التانية، واول ما ينشفوا انشر ايه التالتة. بص اهو نضفوا زي القشطة. طبعا انا هشيلهم لاني انا نشر فرد على الارض الموكيت اللي انتوا شايفينه ده مغطي الايه، الشقة كلها. وفردة تحت السفرة وتحت الانتريه وتحت الركنة في الصالة الصغيرة، حاطة بطاطين صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. تمام، قلت بقى هفرد السجادة اللي انتوا شايفينها دي على الحبال. انما البيضة طبعا انا مش هغسلها على ايدي، انا هوديها المغسلة. اهو بصوا الابيض بتاعها فاتح جدا، فبصراحة ما عرفتش انا اغسلها على ايدي لانها فيها بقع كتير رمان وبرتقان وحاجات بتاعت الاطفال انتوا عارفين. هنا نشرت السجادة التالتة وسبتها بقى ايه، كانت هي اتصفت، سبتها بقى هسيبها يومين تلاتة كده على الحبال تنشف خالص. وكنت غسلت الهدوم بتاعتي ونشرتها، كانت مغسولة قبلها بيوم. فانا نشرتها على الحبال وقلت بقى ايه اقفل الشباك كده الصبحية علشان هنزل اروح السوق اجيب الفطار بتاعنا. طبعا انا قايله لكم الروتين ده بتاع يوم جمعة، فاكيد احمد هيبقى معايا، جوزي هيبقى معايا. نزلت بقى قلت اروح السوق ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. لو انتوا وصلتوا لحد هنا بالله عليكم حطوا لي لايك للفيديو علشان تساعدوني يعني في انتشار الفيديو، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ايه تتفرجوا عليه. تمام. طبعا انا بوريكم اللي انا كنت فارده الموكيت كله في الارض بسبب ايه، الشتاء والسقعه عندنا. نزلت جبت الفطار الجميل بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده، كان فول وجبنه فلاحي لان احمد بيحب الجبنه الفلاحي. انا ماليش فيها قوي بصراحه، بس احمد وفتحي ابني بيحب الجبنه الفلاحي. انا جبت جبنه بخلطه اللي انتوا شايفينها دي من من بتاع الفول والطعميه من المطعم، بتبقى عليها قوطه وخيار وبتبقى عليها فلفل، وبتبقى جبنه برضو ايه دلع بس مش ساده كده، انا ما بحبهاش ساده انتوا فاهميني. وجبت طعميه وبتنجان. وطلعت العيش من الفريزر، انا بطلع العيش من الفريزر اصلا بيبقى طري جدا، فبحطه اول ما بطلعه بحطه في الفريزر على طول. بعد كده بأمره بصوا ما بيكملش دقيقة بلاقيه ساح وفك. اللي في الرغيف ده من الفرن، يعني مش من التحمير من التأمير، لا هو من الفرن اصلا. بصوا بقى طلعنا العيش وحضرنا الفطار بتاعنا الجميل، جبنه وبطاطس شيبسي والعيش والجبنه. بصوا الجبنتين جنب بعض، انا باكل اللي هي مخلطه دي، والفول والمسقعه. بصوا اكله جميله جدا بتاعت يوم الجمعه دي، بتبقى حلوه وبالذات لما بتبقى ايه مع اللمه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زورني والله عندي برد مش عارفه، آه، والله ما بيروحش، يعني يروح ويرجع يروح ويرجع انتوا فاهمين، ما بيلحقش يمشي. هنا جبت كان فجل على جرجير، انا قلت لها هاتي لي جرجير ادتني فجل. فبعد ما فطرنا بقى وشربنا كوبايتين الشاي، قلت بقى اطلع الحاجه بتاعتي اللي هي ايه جايباها من السوق. تمام. انا هنا جبت توابل برضو معايا عشان طقم التوابل بتاعي انا غسلته. والله الحاجات دي كلها انا كنت عاملاها. وجبت ملوخيه ناشفه كنت عاملاها قبلها بيوم، ف كنت انا زي ما أنا قلت لكم كده كان داخل لسه دور البرد فما ما صورتش. بصوا طقم التوابل برضو كنت غسلاه وسبته ينشف. فاضل بس البطرمانات هي اللي ايه هغسلها، في كام بطرمان نضيف وفي توابل لسه كنت مفضياها، والباقي كنت قلت هغسله.
وهنا بقى هعمل فضلة خرق بطايه، جبنه بطايه بلدي، هي جايه نضيفه وزي القشطه، جايه متنضفه، بصوا تنظيف بيتي يعني. قلت بس هنضفها كده بسيط واقطعها واغسلها وحطيتها في الفريزر، وتاني يوم، تاني يوم على طول طلعتها، قلت هعملها النهارده. جبنا النهارده بقى فضلة خيركم كده من السوق بطاطس. البطاطس جميلة جدا، جايبة كيلو ونص ب10. وهنا الطماطم برضو، بصوا اللي هي فيها ايه، اللي هي بتبقى طرية، يعني مستوية على جامدة على صغيرة. بصوا كده انا جايبة 3 كيلو ب15، يعني الكيلو ب5. طبعا في السوق كانت ب6 ونص وكيلو ونص ب10 وكده. فانا لقيت اللي دي جميلة جدا وحلوة، لقيت الكيلو ب5، جبت 3 كيلو. وهنا البصل الكيلو ونص جايباه ب10، جايبة كيلو ونص ب10 برضو. بصوا الحاجات دي كلها جبتها كده من السوق حلوة. بص انا جايبة على القد بس ايه، لان السوق كان غالي جدا الحاجة، ربنا يلطف بعباده يا رب، ربنا يلطف بينا، الحاجة غالية جدا جدا في السوق. فقلت بقى ايه، اجيب حاجات كده على قدي، وفي نفس الوقت اللي هعمله والباقي افرزه واخزنه. تمام. هنا كنت جايبة بسلة زي ما انتم شايفين كده، جايبة الكيلو ب16. وهنا الجزر جايبة الكيلو ب8، جبت نص كيلو ب4، نص ونص. تمام. هنا كنت جايبة لحمة بلدي برضو جملي، هي اللحمة دي جايباها جملي، حتى جايبة معاها صنم. اللحمة دي الكيلو ب150، جبت نص ب75. اهو بصوا هي حلوة، انا جايباها حمرا كلها، بس كان فيها صنم. انا بحب الصنم اصلا زي ما انتوا عارفين. بتعملي بقى مع ملوخية، مع طبخة، مع كده. جبت نص كيلو بس، يعني انا هجيبه برضو وهعينه، مش هعمله النهاردة طبعا. انا النهاردة هعمل ايه، هعمل بط. كانت بطاية بلدي برضو، كانت جميلة حلوة بصراحة، طعمها زي القشطة. وجبت هنا ربع كيلو، ربع لا نص صنم، برضو نص صنم. الصنم بكام بقى، ب70 جنيه. بصوا اقسم بالله ب70 جنيه. اهو بص الفيديو ده بقاله كتير عندي في القناة، فانا على ما بفتكر ده متهيألي ربع، جايبة نص. بص انا قلت له هات لي ب20، ربع، زيادة عن الربع بشوية. جبت صنم وقلت برضو اعينه في الفريزر، بحتاجه للاكل وكده. وهنا التوابل دي ال7 بهارات. وجبت آه، ملح. طبعا البواقي الفلوس اللي بتتبقى معايا لما بجيب طلب، بقول لهم ايه، طب خلاص هاتوا كيسين ملح. طبعا انا معرفاكم في الفيديوهات بتاعتي قبل كده ان في ساعة المشتريات بالذات او ساعة السوق بالذات، لو بقى معايا حاجات بسيطة كده بجيب ملح، توابل، مرق الدجاج كده، انتوا فاهمين. هنا جبت الأجنحة اللي هي بتتعمل زي نظام كوكي، أجنحة واجزاء كده، انتوا فاهمين، تبقى اجنحه بس. والله انتوا عارفين الكيلو ب30 جنيه، يعني بصوا انا لو كنت جبت فرخه كان ارحم. جبت 2 كيلو. قلت بقى ايه، اعملها زي نظام كوكي كده، اعملها زي بالفيجيتار وبالبيض، بتبقى برضو طعمها حلو، اكله حلوه. وفي نفس الوقت قلت ايه، يعني هتبقى كتير مش قليل. هنا الطماطم دي غير التانية في ايه بقى، دي طرية شوية، لأن دي كنت جايبة ال3 كيلو ب10. بس اقسم بالله بصوا انتوا شكلها جميلة جميلة جميلة، عجبتني من عند واحد تاني، يعني طلعت قدام في السوق من قدام شوية. قلت ايه، اما اجيبها هي مستوية شوية وحمرة، احلى حاجة فيها ان هي حمرة. فانا كده كده هفرز الطماطم، فقلت مش مشكلة، عايزة ايه، هاخد ال3 كيلو. جبت ال3 كيلو ب10. هنا جبت نص ربع شعرية، جايبها ب5 جنيه. جايبة كان الكيلو بالشعرية ب20، جبت ربع ب5. انا عندي شعرية، يعني انا عندي اصلا شعرية، انا هوريكم حتى وانا بايه بخزن الحاجة. وهنا كنت جايبة ايه، نص الورك، انتوا فاهمين، نص الورك. جبت كيلو و300 جرام، برضو الكيلو ب25، حلوة برضو. تمام. بصوا انا عندي شعرية اهو، قلت بقى ايه، 5 جنيه فاضت عند بتاع التوابل، قلت ما اجيب بيها شعرية. اهو بصوا كده. وهنا جبت بقى الاجزاء زي ما انتم شايفين، اجزاء اجنحة، هي يعني بصوا على حسب ما انتوا بتقولوا عندكم. جبتها كده. ونص الوركة برضو جبته، قلت بقى احطهم في طبق واحط فيهم مية واسيبهم بقى شوية كده لحد ما ايه، ما افرز واخلص الحاجة اللي هي قدامكم دي كده. كده كل مشترياتي من السوق. تمام.
قلت بقى اخليها، طبعا انا كده كده النهارده هعمل بطايه. فقلت افرز الحاجه دي، بجيبها اعينها في الفريزر، بحتاجها بتنفعني. يعني الحاجه ما بتبقى في شقتك في تلاجتك، بصوا ما بتعلوش هم. وفي نفس الوقت الحاجه كانت غاليه جدا بصراحه. بص اهو، بص بطايه جميله جميله، هي بلدي بس كانت كبيره وحلوه بصراحه، ما كانش فيها دهون كتير. هنا حطيت المية تغلي على البوتاجاز، هغليها للبطاية. ومسكت الطماطم زي ما انتم شايفين. بصوا كده، الطماطم الأولانية دي اللي هي كانت أم 5، والله أم 3 ونص كانت أحلى. بصوا بصوا الجمال. جبت دي 3 كيلو، دول كده 6 كيلو. قلت كده كده أنا بحبها طرية وهفرزها، يعني أنا مش هسيبها. الحاجات اللي هي جامدة شوية هوريها لكم. هقطعها وافرزها كده في الحله زي ما انتم شايفين. والجامد شويه هاخده عينه في الانبوكس اللي هو في التلاجة. تمام، اللي هو المنظم يعني. اعمل بيه سلطه بقى، اعمل بيه مكرونه، اعمل بيه اي حاجه بتبقى جامده، بتبقى حلوه يعني. قلت افرز الطماطم زي ما انتم شايفين كده، بعد ما غسلتها كذا غسله نظيفه. وشلت الايه اللي هي القمع اللي بيبقى في الطماطم من فوق، اللي هو لونه اخضر ده. شلته كله. بصوا زي ما انتم شايفين، بتبقى حاجات بسيطه جدا في الطماطم. انا اوريكم في اخر الطبق. والله حاجات كانت بسيطه جدا، كانت طماطم حلوه يعني نظيفه. قلت منها ونزلت شويه، لاني كانت قبل كده كانت ب7 ونص وب8، ووصلت ل10 كمان. فانا لما لقيتها نزلت شويه، قلت بقى ايه اما اجيبها وافرز. بصوا اللي اتبقى حاجات بسيطه جدا جدا. انا بوريكم ان يعني والله هي نظيفه بصراحه، نظيفه وعجبتني. مسكت بقى الطماطم كده زي ما انتم شايفين، قطعتها وهسيبها تغلي على النار. تمام. بعد ما تغلي بقى خالص، تاخد غلوتها، احط فيها ملح و واحط حبة زيت ومعلقة ملح. على 6 كيلو دول بحط معلقة ملح كبيرة. وبعد كده همسك الهاند بلندر، وبصراحة هو مريحني جامد. و... وانزل بقى ايه اعصره. تمام. هنا كانت المية غلت زي ما انتم شايفين، وسقطت البطاية في المية، وهحط فلفل اخضر وبصلاية. اهو يا حبايب، هقطعها كده للشوربة بتاعتها. شوربتها كانت تحفة بصراحة. اليوم النهاردة يوم جميل، يوم عالمي يعني. ده كله والله ما كانش لسه الظهر ادن يعني. بص انا كنت بعمل الحاجات دي كلها، ما كانش لسه الظهر ادن بصراحة. تمام. كنا فطرنا بقى وقعدنا شوية كده. وابتديت بقى ايه الحاجة، الطماطم سبتها تغلي على النار. وقلت امسك البطاية برضو، احطها على النار واخرج بره كده افصص البسلة براحتي. كان الظهر بقى ايه بيدن، وقلت اقعد اشرب كوباية الشاي بتاعتي وايه، واقوم اكمل الغدا. تمام. بصوا بقى القوطه اللي اتفضلت، اللي هي الجامده اللي انا بقول لكم عليها، بتنفع بقى سلطه، بتنفع انت عايزه تعملي بيها شاورما حواوشي. بصوا، هي الطماطم الجامده عامه بتنفع في التلاجة. والله لو كانت طريه كنت قطعتها، لاني انا اصلا كنت هخزن الطماطم دي كلها. حتى طلعت كيس، انت هتشوفوه كيس مفرزاه وكان مغلي برضو. طلعته من الفريزر وقلت اطبخ بيه، مش مشكله يعني. هي الطماطم دي سبتها لانها بتاخد وقت جامد على النار. بخليها تغلي، وما بحطش ميه، ما بحطش ميه نهائي. هي الطماطم ذات نفسها بتطلع ميتها، فبتغلي وبت ايه بتنشف مع نفسها كده. تمام. هنا مسكت بقى طقم التوابل اللي انا قلت لكم عليه ده. انا كنت غاسله العليقه بتاعته امبارح. وكان في كام بطرمان هم نضاف فيهم التوابل بتاعتهم. والتوابل كنت لسه جايباه يعني، ما كملتش 3 ايام. فقلت حرام ارميها و... وهي اساسا نظيفه، والبطرمات اصلا نظيفه. مسحتها كده بحته قماشه من بره، وهي نظيفه من جوه. انما التوابل اللي هي كانت في دي كانت مغمقه شويه، مصفراها، اللي هي بتاعت الكركم بقى والبابريكا والكمون وبهارات الفراخ والسبع بهارات. انتوا فاهمين، هي مغمقه البطرمانات. فقلت اطلعها كده واغسلها. كانت فضيت، كان اللي فيها معلقه معلقتين. حطيتها في توابل الاكل، وقلت بقى اغسل الباقي ده كله. هسيبه يتصفى خالص وهبقى ارصه. اهو بصوا كده، بمسك برضو الغطيان، بغسلها من وقت للتاني. انا ما بغسلهاش على طول يعني، بس بتبقى نظافة. بدل ما تسيبيها كده مرة على مرة على مرة بالتوابل بتاعتها، تشيلي التوابل تخلص، تحطي توابل تانية، والبطرمانات زي ما هي.
بتدي زي ايه، مش عارفه تفهموا ازاي، زي جلخ، زي البطرمان بيبقى مسود، الحاجه بتثبت فيه زي دهون من بره، انتوا فاهمين. هنا كنت غسلت المواعين كلها، وقلت بقى ايه امسك الحوض اغسله خالص زي ما انتوا شايفين اهو، وانضفه. يعني عشان ما يبقاش ورايا حاجه، اخلص كده حاجتي اول باول. تمام. ومسكت الحوض كله برضو غسلته من فوق ومن تحت اهو يا حبايبي. بصوا على السريع كده، اوام اوام في عصر السرعه. بالله عليكم لو وصلتوا لهنا انزلوا حطوا له لايك واطلعوا تاني كملوا، يعني كملوا المشاهده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا له لايك بقى. مسكت بقى نضفت الحوض خالص زي ما انتوا شايفين اهو. وقلت بقى ايه، اشوف هنكمل ايه البطرمانات. مسكتها انا طبعا مش بفتكر، انا بشوف الفيديو معاكم واحده واحده لاني بقاله كتير على التليفون. قلت بقى امسك البطرمانات اصفيها خالص الاول، وبعد كده ابقى احطها في العليقه بتاعتها. تمام. هنا طلعت الصنم وقطعته زي ما انتوا شايفينه كده، والطماطم الجامده دي قلت هحطها في التلاجة، هسيبها في التلاجة. وانا كده كده مفرزه، بصوا كيس الطماطم هناك اهو، مفرزاه ومطلعاه من بدري. قلت هسيبه يفك واحطه، هي بتاخد غلوه واحده. وهنا حطيت الكيس ده على الحوض. قلت ايه علشان امسك الاجنحه زي ما انا قلت لكم، او الاجزاء، همسكها انضفها معاكم واظبطها كده، والبواقي كلها بتاعتها ابقى احطها في قلب الكيس اهو. بصوا اللي طلع منها التنظيف بتاع الاجنحه يعني. هنا بقى مسكت الاجنحه كلها حطيتها في قلب اكياس، وحطيتها في الفريزر لان انا مش محتاجاها. ومسكت بقى البسلة عملتها فردتها، ومسكت قطعت الجزر هحطه برضو يتغسل زي ما انتم شايفين. اغسلها كده، هعمل نصها لاني يعني هو كده يعتبر كيلو ونص، ولسه هحط تاني بطاطس، فكان هيبقى كتير. فانا مسكت نص الحاجة حنتها في الفريزر، والنص التاني عملته. تمام. اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا كده، خرجت البصلايه بقى وحطيتها على النار، واستنى لحد ما تحمر تبقى صفرة كده، الصفار اللي هو الدهب الغامق. وبعد كده هنزل عليها ايه بالطماطم. كده كده انا مفرزه الطماطم القديمه بتاعتي، انا ما خدتش من الحله، لان هي لسه انا بقول لكم هتاخد وقت في في الغلا، يعني هتغلي ايه، بتقعد حبة كبيرة على النار. بس بمسك الهاند بلندر وهي سخنة كده، والله بعصرها على طول بس، واسيبها تبرد خالص، وبعد كده بفرزها في اكياس. بتنفعني، بتوفر عن بصراحة معايا وقت ومجهود بصراحة. بصوا كده، دي والله انا ما حطيتش ميه، انا سايبه الميه بتاعتها هي اللي تطلع كده وتنشف وتغلي الطماطم وتنشف بيها، انتوا فاهمين. وانا بقلبها كده بقى حطيت معلقه ملح كبيره، وقولوا كده 3 معالق زيت، يعني لو انتوا هتبصوها بالمعالق 3 معالق زيت، حبه زيت صغيره كده ربع مج، انتوا فاهمين. سبتها كده على النار، ومسكت بقى الطماطم. بصوا وانا مفرزها هحطها على البصله، هتبقى حمرا او بصوا، والله بفرزها بتبقى تحفه بصراحه. بصوا كده، حمرا وزي القشطه، وهي كده كده اصلا مغليه، يعني متسبكه الطماطم اللي انا مفرزاها دي، متسبكه، يا دوبك تاخد غلوه بسيطه. وبعد كده هنزل عليها بالبسله والجزر والبطاطس. طبعا انت حابه تعملي بسله كده من غير بطاطس، بترجع للواحده يعني. في ناس بتحب بطاطس، في ناس ما بتحبش البطاطس في قلب البسله اهو. بصوا كده اهو، نص البسله عملتها، والنص التاني عينته في فرسته يعني. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا باخد بقى كبشتين شوربه، بص الصفرة الجميله التحفه. حطيت التوابل بتاعتي، فلفل اسمر والسبع بهارات، وحبه حبه صغيره جدا بهارات فراخ، والملح مش هحطه طبعا الا لما البطايه تستوي. هنا بقى سبت البسلة زي ما انتم شايفين، خلاص انا نشلت البطاية، شلت يعني الحلة، وهحط حلة البسلة من جوه، وهعمل بقى ايه الرز بتاعنا. بصوا قوام قوام كده على السريع، احنا في عصر السرعة. قلت اخلص الغدا بتاعي بالمرة، بما ان الشقة رايقة. كان خلاص بقى الصلاة خلص، وكان جوزي راح صلى في الجامع، وعيالي طبعا اللي ابني فاتحة على السطح،
وعيالي التانيين قاعدين قصاد الشاشة. فانا قلت بقى اعمل الغدا بتاعي كده على السريع. والله خلصت، كان خلاص بقى، كان العصر ادن، انتوا فاهمين؟ يعني بعمل حاجة وبقعد، انا اللي بصور لكم كده على طول، بس انا في الاساس بعمل حاجة وبروح اقعد، بعمل حاجة وبروح اقعد، بشرب كوباية شاي، اقعد مع عيالي كده يعني. تمام. هنا بقى كنت خلصت الرز اهو. بعد ما الشعرية اصفرت نزلت بالرز، وكانت البسلة خلاص قربت تستوي. كده حبايبي يكون الفيديو خلص. بالله عليكم ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة، ولو انتوا لسه مشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. فضلا منكم وليس امرا، حطوا لي لايك للفيديو ان عجبكم، يعني ان شاء الله هيعجبكم. كده الروتين بتاعنا خلص، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم يا احلى واغلى واجمل اخوات في الدنيا. بصوا كده اهو. كنت طبعا روقت المطبخ بتاعي والاكل كان استوى. بص ما وريش حاجه بقى، خلاص جيت على العصريه كده، كنت قعدت بقى رايقه وفايقه والمواعين مغسوله، اللي هي يعني الاطباق او اي حاجه بقى مش نضيفه في الحوض كده ببقى مغسوله كلها. والاكل كله، بصوا انا خلصت الاكل كله وعملت كل حاجه، ولسه الطماطم ما تسبكتش. انتوا واخدين بالكم؟ يعني ده كله هي بتاخد وقت اصلا على النار، كانتش لسه الطماطم اتسبكت اهو. بصوا كده خد خلاص بقى، قربت بقى، يعني الغطا لسع ايدي اهو يا حبايبي. والمطبخ خليته زي القشطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وغسلت المواعين كلها وصفتها على الفوطة، وبعد ما تنشف خالص هبتدي بقى ايه ارصها في المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.